بسم الله الرحمن الرحيم. قصيدة بعنوان استعد. صاح استعد الكل صفاه ثم انتباه، اجمع بصف حي يسترح قبل المعارك واستعد للالتفاف. هذا العدو جاكم بجنده والسلاح المختلف، لكن قلوب أطفال. إذا الآلي تكلم بات خاف اضرب ببازوكا على نهر الدماء، ممكن يجف واحفر بصاروخك طريق العز خليها جفاف. واهتزت الأرض من تحتي وانا كلي صلب مغرور، حسيت الهوى ميم لام قبل الياء كاف. الجو يشعل نار وطلقات المدافع ترتجف، والجند حولي يكسروا راسي بأصوات الهتاف. وانا مكاني في معارك اعتقد صبت الهدف، اقتل وشرد والبقية اختطفهم اختطاف. في معركة كانت قوية في روحها اعترف، لكن فؤادي مثل صخرة، كيف للصخرة تخاف تتساقط الهامات من حولي، وهي حولي تلف وانا مكاني ثابت الاركان اصطاد النعاف. وبعد ما الآلي شرب من دمهم ذاك النغف، ساعة من الهدنة نصلي لجل نتركها خفاف. ولما نويت اركع لقيت ابن العدو مثلي وقفت أشوف لحظة الهدنة، وهو لاحظ وشاف نفس الصلاة نفس الركوع، حتى النداء ما يختلف الله أكبر. كبر الأعداء من حولي وما فيه اختلاف. سكت لحظة وانهمر دمعي على خدي نزف، والقلب نضاته براكين حرقت سمك الغلاف. والراس داخ واصبحت ألطم كف من حرقي بكف، والراس داخ واصبحت ألطم كف من حرقي بكف. طار الدماغ من هول ما يجري، وكيف احنا سخافة. أين العدو اللي قتلنا أمس وحزني الأسف؟ كان ابن جاري ذي تربينا سوا، واللي حضر يوم الزفاف. كان ابن جاري ذي تربينا سوا، واللي حضر يوم الزفاف. وزع القيتان يوم العرس وغنى من أغانيها التحف. وأمه هي اللي ربت الأيتام في الحارة، وهي أم العفاف. كيف اقتله يا ناس وانسى عشرتي يوم النجف، لما ذهبنا نلتحف ثلج السماوة والرمادي التحاف. نصد إيران التي جاءت تلف الأرض لف، وتحسد الأطفال في بغداد تسقيهم من السم الزعاف. لفيت نحو اللي معايا في الخنادق واستلف من صاحبي حق الشريحة، واتصل للقائد الأعلى جزاف. ألو يا فندم أنا آسف، ولكن كذبكم للكل عرف. وضح لنا الموضوع، والموضوع قد زاد انحراف. قلتم عدو اللي نقاتل ما يصلي قط ولا بالدين أصلا يعترف، وإن القتال واجب معاهم لأجل هذا الاعتراف. لكن ظهر لي كذبكم، وأحمد ولد جاري دماغه قد تلف من دانة المدفع ذي أطلقها أخي ناجي قبيل الانصراف. والآن قلبي يعتصر والدمع من عيني لخدي قد جرف. هذا ابن جاري كنت أنا وياه في نفس الملف، نأكل ونشرب من طبق واحد، وبالكعبة سوا يوم الطواف. نخاف من رب السماء كيف الموحد ينحرف على الطهارة والوفاء دوما، ومن حقد البشر كنا نضاف. واليوم تجمعنا المنايا نحترب من أجل كرسي الجيف وقت الأنا. ولا أخي أحمد ويبقى ذلك الفصل الخرف، يحكم بلا رحمة ويجمع حوله أذناب الخراف. ألو يا فندم سمعت اللي أنا قلت؟ فريقي قد نشف، بسلم البندق وأرجع حالتي وأشوف أبناء اللطاف، وشوف ابن أحمد وأولاده وعمال المصانع والحرف. كيف أقتل اللي كان عوني في المواقف قد وقف، وكان يسبقني إذا صوت المؤذن صاح في الحارة وطاف. قال انتبه تفعل وسلم بندقك حالا لمندوب الشرف، والأمر عنده يحبسك حتى نجي ولا يصدر بك وراف. تمام يا فندم أوامر حضرتك، الآن أسلم عهدتي له وانصرف، واللي براسك اعمله. أما أنا والله بعد الآن نويت الاعتكاف، من عايش أكثر في الحياة لابد يوما يكتشف إن الحياة صعبة وتحتاج العقول من أجل هذا الاكتشاف. واليوم مستني قرار العدل من ظالم عسانا ننتصف. مثل الذي يظلل قريب الأذل ظنه بحر زاف. مرت سنة والآن 10 وأنا بشوك الطلح دوما ملتحف، أمد راسي من جدار الظلم تحسبني زراف. كل يوم وأنا أنتظر، يمكن قد الموعد أزف. لا ضوء يوصلني ولا صوت ابني الغالي ولا بنتي عفاف. واليوم مر الحول وهذا حارس المبنى صرف بدله، لكل واحد يخرج من المبنى انصراف. لا نعرف الوجهة ولكن الخروج أفضل من هذا القرف. تحت التراب أفضل من دنيا تصفق للجياف. يا رب سامحنا على ما كان منا، قد كتبت بالصحف جيناك والأكباد في حسرة، وأصبحنا بالأيام العجاف.
بعد السعادة والنعيم والعيش ذياك الترف دارت رحى السوداء فخلت عيشنا عيشة كفاف. والآن من دولة إلى دولة نجدف قارب الغربة زحف، والآن من دولة إلى دولة نجدف قارب الغربة زحف. واصحاب بالمتراس تقاتل نفسها يوم الوقاف. لو أسرد الأحزان في صفحات أشتي لي غرف، واشتي صحارى تتسع أرسم عليها وجهاتك الضفاف. لو حتر الأحزان معجونة بألوان الخناجر والسرف، وضحكة الجلاد وسط الموت وأنات الضعاف. في هذه اللحظة يكون الموت على الأكتاف رف، واصبح مقرب للجميع وما حدا منه يخاف. وفي الأخير قبل الحكاية تنتهي الحبر جف، وأنا تعبت أحكي وهذا الوقت ما ينفع مع ضرب الوطاف. لنا لقاء آخر مع واحد من النعمة رشف، يمكن يغير نظرتي فيها ويدلي باعتراف. قول ابن مسعد قد خرج حكمة لمن هو يغترف من الحكم، واللي معاند يستمر يبحر وما يسمع خلاف. وفي الأخير صلوا على عالي المكانة والشرف، محمد المبعوث رحمة للغني قبل العراف. والسلام عليكم. صالح شجاع.